السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات. في هذا الفيديو اللي جايب لكم فيه خبر اللي مفرح بزاف، خبر مخصص بخصوص دعم مالي جديد لجميع المواطنين والمواطنات، المواطنين الفقراء، المواطنين اللي ما فحالهمش، اللي اسر اللي في وضعيه هشه، اللي غادي يستافدوا من هذا الدعم ان شاء الله، اللي بامر من الملك محمد السادس نصره الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتعرفوا على جميع التفاصيل بخصوص هذا الدعم المالي الجديد، وقتاش غادي يبداو المغاربه والمغربيات يستافدوا منه، وشحال القيمه ديال هذا الدعم هذا، وشكون هما المواطنين اللي غادي يقدروا يستافدوا من هذا الدعم هذا. فهذا الدعم هذا اللي كنتكلم عليه الملك ديالنا محمد السادس بمجموعه من الخطابات ديالو، وكذلك تكلم عليه الناطق الرسمي باسم الحكومه مصطفى بيتاس. وبخصوص هذا الدعم هذا فخص جميع المواطنين يديروا مجموعه من الخطوات اللي غادي نتعرفوا عليها في هذا الفيديو ان شاء الله. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا واحد لايك جيم باش تدعموا الفيديو، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله ديالكم، الجيران ديالكم، الاصدقاء ديالكم، باش كلشي يستافد، خصوصا الفئات اللي محتاجه لهذا الدعم هذا. فكما قلت لكم بان الملك محمد السادس كان عطى الانطلاقه يعني البرنامج ديال التغطيه الاجتماعيه باش يعني جميع المواطنين يبداو يستافدوا من دعم مالي مباشر. وكذلك غادي المواطنين بداو كيستافدوا حاليا، راهم كيستافدوا يعني كيرجعوا لهم فلوس ديال لامو، يعني فلوس ديال التدواز والفلوس ديال الادويه. ويعني هاد الفلوس هادو اللي بداو كيرجعوا للمواطنين، ويعني مجموعه من المواطنين بداو كيستافدوا منهم، وهذا الشيء اللي كنا تحدثنا عليه. ومجموعه من المواطنين والمواطنات كذبونا للاسف، وهذا الشيء راه الحمد لله الان المواطنين كيستافدوا. وجاي ايضا دعم مالي جديد، دعم مالي مباشر، يعني خلصه شهريه للمواطن المقهور، المواطن الدرويش الضعيف، الاسر الفقيره الهشه اللي ما عندهاش، غادي يستافدوا من واحد الدعم مالي ان شاء الله باذن الله. فهذا الدعم هذا غادي يستافدوا منه المواطنين والمواطنات اللي خصهم يديروا مجموعه من الخطوات كما قلت لكم. فاول خطوه خصهم يديروها المواطنين والمواطنات هو انهم يمشيو يتسجلوا في السجل الوطني للسكان في اقرب وقت. يعني باش تسجل في السجل الوطني للسكان فخصك يعني تملا واحد الاستماره من الموقع ديال rnp.ma، ويعني تطبع هذيك الاستماره وتمشي يعني تديها لاقرب مقاطعه لك. هذه المقاطعه هذه اللي غادي تكمل فيها المعلومات ديالك، وغادي ياخذوا لك التصاور ديالك، ويعني من بعد غتوصل بواحد المعرف رقمي. هذا المعرف الرقمي واحد الكود اللي ضروري خصك تحافظ عليه وتخبيه يعني عندك، لانه غادي تحتاجه. فبالنسبه للناس اللي فوق 18 سنه او لاي شخص بغى يتسجل في هذا السجل الوطني للسكان، فخصو يعني يملأ الاستماره اللي قلت لكم في الموقع، وكذلك يدي معاه المقاطعه يعني البطاقه التعريف الوطنيه، بطاقه التعريف الوطنيه وفوتوكوبي ديال لاكارت. فهذا السجل الوطني للسكان خصك تسجل فيه انت والزوجه ديالك، ولا كان عندك كذلك شي وليدات فراه ضروري خصك تسجلهم معك. وبالنسبه للوليدات حتى هما يعني غادي تدي لهم واحد النسخه من عقد الازدياد، هادو بالنسبه للوليدات اللي قل من 18 عام. اما الوليدات اللي يعني فوق 18 عام فراه كيسجلوا حتى هما راسهم معكم يعني في هذا السجل الوطني للسكان. من بعد ما غتسجلوا في هذا السجل الوطني للسكان اخواني المواطنين اخواتي المواطنات، يعني ضروري خصكم تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد، في السجل الاجتماعي الموحد. يعني حتى هو غتسجل في الموقع الالكتروني rece.ma، ومن بعد غتخرج واحد الاستماره. يعني غادي يسالوك بعض الاسئله اللي هي روتينيه وعاديه، بعض الاسئله يعني شحال من بيت عندك، واش كاري واش شاري، شحال من بوطه عندك في الدار، شحال تيجيك تقريبا ديال الضوء والماء. هذه المعلومات هذه كتساعد يعني الدوله المغربيه باش يعني تعرف المواطنين اللي محتاجين والمواطنين يعني اللي ما محتاجينش. فغيسولك مجموعه من الاسئله كما قلنا لكم، يعني شحال من مرحاض عندكم في الدار، شحال من دوش، يعني واش عندكم شي سياره، واش عندكم شي دراجه ناريه، واش عندكم شي دراجه هوائيه، يعني واش عندكم شي ارض، واش عندكم يعني شي حاجه. فهادو بعض الاسئله اللي كيسولوكم في هذا الموقع هذا. ومن بعد كتاكدوا الطلب ديالكم يعني التسجيل ديالكم، ومن بعد كتديو يعني الوثائق، وثائق المقاطعه، وكتدي معاه ورقه ديال الضوء والماء، هذه ضروري يعني باش كياخذوا منهم العنوان والمعلومات اللي غادي يطلبوا لكم. وكذلك غادي يعطيكم واحد التوصيل اللي ضروري تخبيوه عليكم، يعني ضروري داك التوصيل غتوليو يعني تسالوا عليه ان شاء الله فاش غيبدا الانطلاقه ديال الدعم هذا في اواخر ديال هذه السنه هذه ان شاء الله. فبالنسبه للقيمه الماليه ديال هذا الدعم هذا اللي كتروح ما بين 900 درهم و1050 درهم ان شاء الله، اللي غادي يستافدوا منها المواطنين والمواطنات الفقراء والمعوزين وفي حاله وفي حاله هشه. بالنسبه
الابناء ديالكم كما قلت لكم، بالنسبه للابناء ديالكم فراه غتوليو تستافدوا على كل ابن او لكل طفل 300 ديال الدرهم. الا كان عندك طفل واحد غتاخذ عليه 300 درهم، الا كان عندك جوج ديال الاطفال غتاخذ عليهم 600 درهم، كان عندك ثلاثه ديال الاطفال غتاخذ عليهم 900 درهم، وبالنسبه للطفل الرابع والخامس كتاخذ عليهم 45 درهم. هادشي اللي كتعطي الدوله بالنسبه للطفل الرابع والخامس. اما بالنسبه للاطفال ثلاثه، الا كان عندك ثلاثه كتاخذ عليهم 900 درهم كما قلنا، اللي هي 18000 ريال، ولا كان عندك جوج كتاخذ عليهم 600 درهم اللي هي 12000 ريال. الا كان عندك وليد واحد فراه غتاخذ عليه 300 درهم اللي هي 6000 ريال. فهذا بالنسبه للدعم ديال الاطفال. بالنسبه كما قلنا الاسر اللي عندهم وليدات راه غادي يستافدوا عليهم، واللي ما عندهمش وليدات فراه غادي يستافدوا يعني على دفعات ماليه اللي هي مباشره. غتستافد على الزوجه ديالك، كما قلنا الا كان عندك ابناء فراه غادي تستافد عليهم حتى هما، غتاخذ عليهم كما قلنا كل طفل كتاخذ عليه 300 درهم، والرابع والخامس ما غتاخذش عليهم 300 درهم، غتاخذ عليهم فقط 45 درهم. هادو بالنسبه للاطفال وبالنسبه يعني الناس اللي مزوجين. بالنسبه للناس اللي ما مزوجينش غادي ياخذوا دفعات ماليه، غتاخذ على الزوجه ديالك ان شاء الله دفعات ماليه، وضروري خصك تسجل معك الزوجه ديالك في هذا السجل الوطني للسكان باش يعني تستافد من هذا الدعم المالي ان شاء الله. بالنسبه للشباب يعني كاين دعم ديال الفرصه بالنسبه للشباب اللي حاملين المشاريع. الشباب اللي ما خدامينش حتى هما غادي يستافدوا من واحد الدعم مالي من الملك محمد السادس نصره الله. هذا الدعم هذا اللي غادي يمكنهم انهم يديروا على شي يوليو يديروا المشاريع ديالهم. الا كانت عندهم افكار ديال المشاريع، مثلا هذا الدعم ديال الفرصه اللي كيوصل المبلغ ديال الدعم ديالو اللي كيوصل 100,000 درهم اللي هي 10 المليون مغربيه، اللي كتعطى لهاد الشباب هادو باش انهم يعني يديروا المشاريع ديالهم على ارض الواقع. وهذا الشيء ما كيكونش عليه اي يعني كما تنقولوا ما غيكونوش عليه زيادات او فوائد. فهذا الدعم كتعطيه لك الدوله وحتى كينجح لك المشروع ديالك وكيمشي لك مزيان، وان شاء الله كتبقى ترد يعني الفلوس للدوله شويه بشويه. هذا بالنسبه يعني المواطنين او المواطنات او الشباب يعني اللي عاطلين عن العمل او لا عندهم افكار ديال المشاريع ويعني ما خدامينش. بالنسبه كما قلنا كاين دعم ايضا على السكن، دعم ديال السكن بالنسبه للناس اللي كاريين. بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو الدويره ديالهم في السكن الاقتصادي غيكون واحد الدعم مالي للسكن، غتعطيكم الدوله دعم مالي مباشر باش يعاونكم انكم تشريو يعني السكنه ديالكم وتشريو الدويره ديالكم. اخواني المغاربه اخوتي المغاربه، هذه المعلومات اللي تنقولوها جبنا لكم حصريا، يعني معلومات اللي رسميه صحيحه. وان شاء الله غادي يبدا الانطلاقه ديال هذا الدعم هذا، راه قريبا غادي يبدا الانطلاقه. لذلك سارعوا التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، لانه ضروري باش تستافدوا من اي دعم. بالنسبه للشباب والشباب اللي حصلوا على البكالوريا هذه السنه، فباش يستافدوا من المنحه حتى هما خصهم يسجلوا في هذا السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ضروري باش يستافدوا من منحه التعليم العالي للناس اللي غادي يكملوا الدراسه ديالهم في الجامعه او لا شي مدرسه اللي كتعطي المنحه. هادو ضروري بالنسبه للشباب. فاي حاجه اي دعم غادي يكون في المغرب او لا اي حاجه غتكون مرتبطه بالسجل الوطني للسكان وبصفه مباشره بالسجل الاجتماعي الموحد. لذلك ضروري تسجلوا فيه وتبارطاجيو هذا الفيديو في الصفحه الشخصيه ديالكم على الفيسبوك باش كلشي يوصلوا هذا الخبر. وضروري الجميع يتسجل في هذا السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. خوتي المغاربه شكرا على المتابعه. هذا الشيء اللي كاين اي جديد فراه غادي نشرو لكم في صفحتكم على الفيسبوك جديد ليك.